اول حاجه محتاج انصحكم بيها واول حاجه محتاج اقولها لكم: ابعد عن الاونلاين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطالنا دفعه 2026، ازيكم يا وحوش؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا لسه في بدايه السنه وعندنا مشاكل كتيره ومش عارفين نبدا ازاي ودرجاتنا زي الزفت. مبدئيا حابب اعرفكم بنفسي، انا اسلام ثروت من دفعه 2023 وحاليا طالب جامعي في سنه ثالثه كليه تكنولوجيا ومعلومات. الحمد لله رب العالمين، عندي خبره في تصوير الفيديوهات لاكتر من سنتين، دفعه 2024 ودفعه 2025. الحمد لله كنت متابع معاهم الدنيا وكنت بعمل لهم فيديوهات كتيره جدا ليهم تنصحهم وتوريهم ازاي يمشوا على الطريق الصحيح وازاي يخلي بالهم من الاخطاء بتاعتهم، ازاي يستفيدوا من السنه باقل خسائر ممكنه. بعون الله هتلاقيهم تحت في الكومنتات وتسالوهم الفيديوهات بتاعتنا كانت بتنفعهم ولا لا، وبعون الله هتكون اجابات مرضيه ليكم وتخليكم تدوا الثقه للقناه بتاعتنا. القناه بتاعتي دي متخصصه في ايه، او الفيديوهات اللي انا بنزلها دي بتفيدكم في ايه؟ انا كنت طالب في ثانويه عامه علم علوم، فطبعا مريت بكذا تجارب وعملت كذا حاجه، كنت سائل ناس قبلي في الدفعات اللي قبليه وبرضو استفدت من خبره ناس بعدي في الثانويه العامه. فالموضوع بالنسبه لي لامم الدنيا شويه، فاهم ايه اللي المفروض يحصل بالذات في النظام الحديث، لان الثانويه عامه اتغيرت 180 درجه. من غير ما اطول عليكم في المقدمه وافضل اقول لكم كلام كتير، اول حاجه محتاج انصحكم بيها واول حاجه محتاج اقولها لكم: ابعد عن الاونلاين. تقول لي ايه ده يا عم اسلام؟ اول موضوع بتتكلم فيه بتتكلم عن حاجات غريبه. طب ما الدفعات كلها اونلاين والناس اللي قبلنا كلها كانت بتاخد اونلاين ومفيش مشكله. لك يا صديقي، دي بدايه الخدعه ودي بدايه مشكلتك في الثانويه العامه. وراهنك وانت قاعد بتتفرج عليا حاليا مراكم محاضرات، مش فاهم حاجه، الدنيا معاك بايظه، مش عارف تبدا منين، ما بتكملش ساعه، ساعه ونص بالكتير في المحاضره وبتزهق منها. المحاضره الاربع 5 ساعات بتقعد معاك يوم وساعات يومين. تقول لي فعلا المشاكل دي بتحصل معايا. هقول لك بس يبقى انا فاهم انا بقول لك ايه وعارف فين الصح وفين الغلط. الاونلاين ده صديقي ليه الناس بتاعته. ايه هي الناس بتاعت الاونلاين؟ الشخص اللي هو ملتزم قوي زياده عن اللزوم، ماشي فعلا بالورقه والقلم، بيكتب هو بيصحى امتى وبينام امتى وهيبدا امتى ويخلص امتى، وعنده حته ان هو عادي لو قعد 3 4 ساعات مش عندوش مشكله، مش هيمل من المذاكره. احنا لسه في البدايه فالموضوع بالنسبه لنا هيبقى غلط. فاول حاجه احب انصحك بيها: ابعد خالص عن الاونلاين وخليك في السناتر. ناس كتير هتكلمني وتقول لي انا دلوقتي لما بروح السنتر مش بفهم، بحسش ان انا استفدت، الزحمه والعدد الكبير بيخليني متوتر. هقول لك عشان انت في البدايه الموضوع بالنسبه لك بيبقى صعب. انا كنت زيك، ما كنتش بفهم من العدد الكبير. لما كانت الدنيا بتبقى زحمه في السنتر كنت بتخنق وعايز خلاص، انا عايز اروح، مش عايز اقعد وسط المجتمع ده كله وحاسس ان انا مش بفهم حاجه. انما مع الوقت واسبوع في التاني ابتديت ان انا اتعود وابتدى الموضوع بالنسبه لي يبقى مفيد. طب انت ازاي دلوقتي يا عم اسلام بتقول لي خد سنتر وما تاخدش اونلاين، مع ان الاونلاين بيوفر في الوقت وانا محتاج كطالب ثانويه عامه اوفر في الوقت؟ اقول لك تاني نفس النقطه، ان الاونلاين ليه ناسه. انت وانت قاعد في السنتر انت مجبر ان انت تسمع المحاضره ومجبر ان انت تركز فيها ومجبر ان انت بعد ما تروح تذاكرها عشان هيبقى عندك الحصه اللي بعديها تصحيح واجب وهيبقى عندك امتحان لازم تجيب فيه درجه كويس. فنخش في تاني نقطه وهي درجات الامتحانات. طبعا انت شفت درجات عمرك في حياتك ما تتخيلها، 2 من 10 و3 من 20 و4 من 40 وارقام غريبه جدا ما تجيش حتى درجات حراره. اقول لك يا صديقي، في اول شهرين وشهرين ونص في الثانويه العامه الدرجات دي كلها بتبقى طبيعيه ليك، لسه انت النظام ده جديد بالنسبه لك، فاهم ازاي تقدر تحل الاسئله دي، مش عارف ازاي تتعامل معاها، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى في بدايته صعب جدا ومش عارف تتعامل. طيب المفروض عليا اعمل ايه عشان درجاتي دي تبتدي ان هي تتحسن مع الوقت؟ اقول لك من خلال تجربتي وتجربه الدفعتين اللي انا عشت معاهم ان انت تتعلم من اخطائك. يعني انت يا صديقي كل امتحان في الحصه بتاعتك هتاخد ورقه بتاعت الامتحان وهتتصحح لك، سواء الدرجه بتاعتك كانت حلوه او وحشه هناخدها ونروح بيها. نشوف دلوقتي انا غلطت في 5 اسئله. ال5 اسئله اللي انا غلطت فيهم دول ايه سبب الخطا بتاعي؟ هل انا ما كنتش مذاكر كويس، ولا هل انا ما ركزتش في السؤال، ولا هل انا ما قراتش السؤال كويس وما فهمتش هو عايز مني ايه؟ كل واحد فينا هيبقى عنده خطا، ومع الوقت لما تبتدي تعرف ايه الخطا اللي بتعمله وتبتدي ان انت تصلح الخطا بتاعك هتلاقي المشاكل بتاعتك كلها في الثانويه العامه مع الوقت اتحلت. طيب تالت مشكله، وانا شايف ان دي اخطر مشكله فيهم واكتر مشكله فيهم عامله لك عقده في دماغك مش عارف تعيش حياتك، هي مشكله تنظيم الوقت. ازاي انظم وقتي؟ انا مش عارف ابدا منين
ومش عارف اعمل ايه، وحاجات اللي انا رقمتها دي خايف ما اخدهاش والدنيا معايا عماله تزيد فوق طاقتي. اريحك واقول لك انك بعون الله لو تابعت القناه بتاعتي دي مع الوقت وما سبتش فيديو ليا نازل على القناه دي، اقسم لك بالله وبعون ربنا سبحانه وتعالى من الثقه في نفسي زياده عن اللزوم هتجيب درجات حلوه جدا في الثانويه العامه، والسنه دي هتبقى بالنسبه لك من اكتر السنين المريحه. ازاي انا انظم وقتي كطالب في ثانويه عامه وانا المفروض في مواصلات وفي فطار وفي صلاه وفي اكل وفي شرب وفي نوم؟ هنظم وقت ازاي في هديك مثال بسيط قوي يا صديقي، وكل واحد بيتفرج على الفيديو ده يطبقه على نفسه. اطبق النظام ده على نفسي وكل واحد ياخده بالطريقه اللي قادر يعيش بيها واللي بيقضي بيها يومه. حاليا طالب ثانويه عامه واسمي اسلام وباخد الدروس في السنتر وعايش في امبابه. طالب ثانويه عامه درسي بيبدا الساعه 9 الصبح، فطبعا لازم اصحى من الساعه 7 احضر نفسي واظبط دنيتي وابتدي اكل والبس عشان اروح درسي. ما بين البيت بتاعي وما بين الدرس هنقول ساعه، فطبعا محتاج اصحى قبليها الساعه 7 عشان انزل من البيت الساعه 8 عشان اوصل الحصه الساعه 9. هنفترض ان انا في اليوم ده عندي درس انجليزي والدرس ده بياخد 4 ساعات واخلص الدرس الساعه 2. بعد ما اخلص الدرس الساعه 2 هروح بيتنا هتبقى الساعه بقت 3، وبعد ما اروح اكيد طبعا هبقى جعان عايز اكل وعندي فروض عايز اصليه، فطبعا هصلي وهبقى تعبان مش قادر. هنا هيبقى في نوعين من الطلبه، واحد مش قادر وخلاص هيموت وينام، والتاني عادي ما عندوش مشكله عادي لو صحي. الاولاني من الطلبه بعد ما هتاكل وتشرب وتصلي هتبقى الساعه بقت 4، فطبعا هتنام من الساعة 4 لحد الساعة 8، 4 ساعات كويسين جدا. وهتصحى من الساعة 8 هتبتدي مذاكرة من أول الساعة 9، من 9 لحد 11 هقعد أذاكر أول جزء عليا وهريح ربع ساعة. من 11 وربع لحد الساعة 1 2 أنا برضو قاعد بكمل المذاكرة اللي ورايا. خلصت المذاكرة بتاعتي وخلصت الواجب بتاعي واتفرجت على كل حاجة كانت ناقصاني، هبتدي إن أنا أنام عشان عندي درس تاني يوم الساعة 9 الصبح. هو ده اللي اسمه يا أصحابي تنظيم الوقت. انا كده قدرت ان انا انظم وقتي وعرفت انا هصحى امتى وهنام امتى وهعمل ايه في النص. بالنسبه للنوع التاني من الطلبه اللي هو هيكمل يومه عادي هيصحى فهيذاكر من الساعه 4 لحد الساعه 7، ياخد راحه ربع ساعه، وهنا هيبقى قدامه طريق ان هو ينام ويريح جسمه ويقوم يكمل مذاكره، يا اما يفضل مكمل مذاكره وينام الساعه 12 عشان يصحى تاني يوم الساعه 7 عشان يروح درسه اللي هو الساعه 9. يا رب اكون بسطتها لكم وفهمتوها. لو مش فاهمها قوي اكتبها ورايا بالورقه والقلم عشان تعرف هتصحى امتى وهتنام امتى وهتذاكر امتى، وهتعرف ان انت تقضي يومك ازاي من غير ما تحس ان انت تعبان وتحس ان الوقت بيضيع منك. بعون الله انتظروا الفتره اللي جايه وانتظرونا كل اسبوع بفيديو هفيدك وهقول لك تعمل ايه، وهقول لك ازاي ما تغلطش غلطتي في الثانويه العامه وازاي ما تغلطش غلطه الناس صحابك في الثانويه العامه، وهعلمك كل حاجه بعون الله. اي مشكله بتواجهك اكتبها لي تحت في الكومنتات، وهتلاقيني سايب لك تحت جروب التليجرام بتاعنا اللي احنا عاملينه. خش كلمني في اي وقت، عندك اي مشكله كلمني فيها في اي وقت وبعون الله هتلاقيني برد عليك شخصيا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اللي عنده اي مشكله يكتبها لي في التعليقات وبعون الله هعمل عليها فيديوهات. ربنا يا رب يوفقكم وان شاء الله تبقى السنه دي اسهل وامتع السنين عليكم. معاكم اخوكم اسلام، السلام عليكم.